اهلا وسهلا بحضراتكم معانا. زي ما وضحنا في الانترو النهارده هنتكلم عن مدينه القاهره ولكن باسلوب مختلف، وهنغطي كل الجوانب المهمه اللي ممكن نوضح فيها ازاي نشأت مدينه القاهره وازاي تطورت على مر السنين في كل المجالات، تاريخيا وثقافيا وفنيا وادبيا. هيكون معانا في الرحله المختلفه دي دكتور عمرو الدمرداش. دكتور عمرو عضو هيئه تدريس بكليه الفنون التطبيقيه جامعه دمنهور، واستشاري معايير مهنيه للهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده، واستشاري جوده التعليم الفني والتكنولوجي، ودايما بينور شاشه النيل الثقافيه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا رنا. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بسيادتك. نبدا مع حضرتك من خلال دايما الاصول والبدايات، ونتكلم عن نشأة مدينه القاهره. بسم الله الرحمن الرحيم. هي نشأة مدينه القاهره بتعود للحقبه المصريه القديمه، يعني حتى المسمى بتاع القاهره يمكن ظهر مع جوهر الصقلي لما جه بتكليف من الخليفه المعز الدين الفاطمي. نعم. ويعني عمل العاصمه بتاعتهم. نعم. وسميت بالقاهره نسبه الى النجم القاهر، يعني اللي هو كان في لحظه افتتاح المدينه او في لحظه المكان اللي اختاروا فيه المدينه. ولكن القاهره نفسها بعيدا عن المسمى لا كانت بتعود لتاريخ مغل في القدم. يعني مثلا كان في مدينه اون في عين شمس، ودي من المدن المصريه القديمه، او يعني كما يقال يعني الفرعونيه اللي تواجدت في المكان ده. وكان في طبعا مدينه بابليون اللي هي حصن بابليون اللي كانت موجوده في منطقه مصر القديمه، وفي اكتر من مكان في محيط المركز او الموقع الجغرافي بتاع مدينه القاهره الحاليه. نعم. كان موجود من العصور القديمه. نعم. لغايه ما دخل عمرو بن العاص وفتح مصر، وقعد محاصر حصن بابليون حوالي 7 شهور لغايه ما حصن بابليون يعني استسلم. وهنا بدأ عمرو بن العاص يؤسس للدولة المصرية العربية الإسلامية الجديدة، واختار المكان الحالي اللي هو بنى فيه المسجد بتاعه وحاطط فيه الخيم بتاعته، سميت بالفسطاط نسبة للمكان اللي هو نصب فيه الخيمة بتاعت قائد الجيش. نعم. وبدأت هنا تتأسس مدينة الفسطاط، ودي كانت أول يعني لبنة في تأسيس القاهرة بوضعها الحالي. وفي أكتر من حاجة هنتكلم عنها تباعا يعني. طبعا. طيب المظاهر الجمالية يا دكتور لو اتكلمنا عليها أكيد فقرة واحدة مش هتكفي، بس لو حبينا نوضحها أو نركز على أهم المظاهر دي هنوضحها ازاي في البداية؟ المظاهر الجمالية الخاصة بالقاهرة بدأت مع يعني تباعا كده مع بعد عمرو بن العاص، فترة عمرو بن العاص وفترة الفسطاط. نعم. اللي تأسس فيها المسجد بتاع عمرو بن العاص بالأربع منارات المشهورين بتوعه. وبدأت يبقى في يعني مساكن العساكر والجنود، وبيتزوجوا من المصريين وبدأ يعيشوا في المكان ده. نعم. بدأت بعديها مدينة العسكر، وبدأ بعد مدينة العسكر مدينة المدينة الطولونية بتاعت أحمد بن طولون. نعم. أحمد بن طولون مؤسس مدينة اسمها القطائع. وأحمد بن طولون كان متربي فين؟ كان متربي في سمراء بالعراق. نعم. فكان متأثر بالتخطيط بتاع هذه المدينة. كانت مدينة طولية في عرضية كده، عاملة زي منطقة حلوان عندنا، الشوارع بتاعتها بالطول وبالعرض، ومتقسمة قطعة، كل قطعة عليها حد، يعني القطعة دي للحدادين، القطعة دي للعسكر، القطعة دي يعني كانت متقسمة كده. فكان متأثر بده. فحتى وقتها كمان أسس في مركز مدينة القطائع مسجد أحمد بن طولون، وبرضه أسسه بنفس الشكل بتاع المسجد سمراء اللي هو في فوق جبل من الجبال، وبيمتاز ان ليه منارة بعيدة عنه وحلزونية الشكل تشبه التأثير بتاع الحضارة بتاعة البابلية في دي المظاهر الجمالية. نعم. في قصة طريفة جدا خاصة بموضوع مسجد أحمد بن طولون. نعم. أحمد بن طولون حب ان هو لما يجي يبني المسجد ده، حب ان هو يبنيه بفلوس يعني خالصة ما فيهاش اي شبهة يعني. نعم.
فلقى كنز في مصر، فخد الكنز ده وبنى المسجد بتاعه. نعم. لما بنى المسجد بتاعه شاف رؤية من الرؤى ان ربنا سبحانه وتعالى تجلى على المنطقة كلها ونوره غطى المكان، ما عدا المنطقة اللي فيها المسجد يعني فضلت مظللة. يعني النور ربنا في الرؤية اللي هو شافها ما نزلش فوق الايه المسجد، فانزعج جدا. في الفترة دي احد المفسرين للرؤى يعني، واعتقد انه كان ابن سيرين، قال ان يعني ما كان لبشر ان يرى الله الا ايه وحيا او من وراء ايه حجاب. وقال له ان لما ربنا تجلى للجبل جعله ايه دكه، فكده ربنا سبحانه وتعالى قبل قبل المسجد بتاعك، والمنطقه اللي حوالين المسجد دي هتخرب في المستقبل. وبالفعل ده اللي حصل لما دخل العباسيين مصر، دمروا كل مدينة القطائع اللي كان عملها أحمد بن طولون وتركوا المسجد فقط يعني. نعم. طيب اروح بقى مع حضرتك لفكره يعني ازاي ممكن نركز على عصر يا دكتور ونوضح التطور اللي حصل في مدينه القاهره، ازاي كل عصر كان ليه خصائصه، كان ليه اهم المحطات اللي ممكن نتوقف عندها. زي ما قلت لحضرتك كده، يعني احنا في بدأ عندنا زي ما قلنا الفسطاط، العسكر، القطائع. نعم. جه بعد موضوع القطائع دخل جوهر الصقلي. نعم. وأسس مدينة القاهرة. نعم. وبدأ ان هو يبني ليها الأسوار بتاعتها، وبنى أسوار من الطوب اللبن يعني حوالين مدينة القاهرة، اللي هي المنطقة اللي فيها يعني شارع المعز، منطقة الجمالية. أيوة. خدي بال حضرتك ان المدن زمان كانت بتبنى مصغرة. أيوة. وليها أسوار عشان يسهل حمايتها لو دخل أي جيش أو إنه يغير عليه، يعني يتم الإغارة عليها من أي حد. هنا دي كانت المرحلة اللي هي ظهر فيها الاسم بتاع القاهرة. بنى في الشارع ده بتاع المعز، بنى القصور بتاعة اللي هم الأمراء، زي مثلا قصر بشتاك. اتبنت البيوت بتاعة اللي هم النبلاء بتوع المعز الدين ده الفاطمي. نعم. زي بيت مثلا زينب خاتون، هنلاقي طبعا بيت نماذج السحيمي كتيرة. صحيح. واخده بال حضرتك، والكثير من الأسبلة. صحيح. في المنطقة دي. نعم. وهنا بدأ يدخل عصر تاني لما أسد الله شريكو وابن أخوه صلاح الدين الأيوبي دخلوا مصر عشان يعني يطهروا مصر من بعض اللي هي الجيوب بتاعة الجيوش الصليبية. نعم. اللي كانت اختفت في بعض الأماكن في مصر. وهنا الخليفة استعان بأسد الدين شريكو وصلاح الدين الأيوبي. نعم. بعد فترة توفى أسد الدين شريكو، وبقى مكانه صلاح الدين الأيوبي. كان يعني يعتبر هو إيه قائد الجيش. بدأ إن هو يعني ياخد الأمور في إيده، وحول بقى مصر من اللي هو المذهب الفاطمي إلى المذهب السني، وبدأ إن هو يبني مجموعة مساجد خاصة بالطريقة الشافعية يعني. نعم. وهنا ما كانش فاضي إن هو يبني مكان جديد أو يبني قاهرة إيه جديدة أو موقع جديد ليه، فعمل حاجة ذكية جدا. ضم المكان اللي هو من بداية دخول عمرو بن العاص لمصر لغاية الوقت بتاع المعز الدين الله الفاطمي، ضم الفسطاط مع الجزء بتاع المدينة الطولونية، مع يعني ضم الأماكن دي كلها. كانوا 4 أماكن. وبدأ إن هو يوسع السور ويبني أسوار حوالين الأماكن دي، والأسوار دي ما زالت موجودة إلى الآن. وربط كل ده بقلعة الجبل اللي هي طبعا منطقة القلعة الشهيرة اللي احنا عارفينها، كان قبل ما يتبني فيها المسجد بتاع محمد علي. نعم. وقيل بعض الناس قالوا ان صلاح الدين الايوبي يعني كان عايز يجيب الاحجار يبني بيها القلعة دي. قيل ان هو خد القشرة الخارجية بتاعة الايه
الاهرامات. يعني الاهرامات ما كانتش كده، الاهرامات كان عليها قشره خارجيه من الحجاره بتخليها تكاد تكون ملساء يعني. أي. يعني في بعض المقولات قالت ده، ولكن هي لم تؤرخ تاريخا كاملا. نعم. هنا توسعت القاهره نعم. وضمت جواها كل ده، وبدأ بقى بعديها جه الظاهر بيبرس وسعها لغاية منطقة الظاهر، وعمل بعض الأماكن الجديدة زي المنطقة ما بين الظاهر والفجالة والأماكن دي. جه بعد كده الفترة اللي بعد المماليك العثمانيين برضو أضافوا أجزاء زي حي الحسينية اللي هو جنب بعد شارع المعز. نعم. يعني بدأت التوسعات، يبقى في توسع كبير ملحوظ طبعا في والتوسعات الوقت دي ده. كنا بنلاحظ فيها حاجة، بنلاحظ فيها اللي هو المظهر الخاص بالمعمار الإسلامي. نعم. وبناء المساجد، وكل فترة كانوا بيبنوا فيها المساجد بأسلوب جمالي يشبه الأسلوب اللي هم كانوا بيستخدموه في الدولة اللي هم جايين منها. يعني نعم. العثمانيين كان لهم أسلوب معين في بناء المساجد، في بناء القباب بتاعتهم، في شكل المسجد عبارة عن ايه، القطاع بتاعه الافقي والرأسي بيكون شكله ازاي، صحيح. بيوتهم بيكون شكلها ازاي كده يعني. طيب اروح مع حضرتك بقى لاهم معالم وشوارع القاهره، اشهرها اللي كان مميز وما زال كمان دلوقتي موجود ومميز يا دكتور. يعني من اشهر شوارع ومعالم القاهره طبعا حاجات كتيره جدا يعني طبعا اشهرهم على وجه الاطلاق شارع الاشراف وشارع المعز، وشارع المعز الدين الله الفاطمي، وطبعا شارع المسكي وشارع الازهر، وكل الشوارع دي طبعا من الحاجات اللي انا اغفلت ذكرها اللي هو بناء مسجد الازهر الشريف اللي بناه برضه المعز الدين الله الفاطمي في الفتره بتاعه بناء القاهره، ويعتبر من اقدم الجامعات الاسلاميه في العالم. نعم. فدي مجموعه شوارع بتميز القاهره بما فيها من مساجد، وبما فيها من أزبلة، وبما فيها من قصور بعضها موجود لغاية دلوقتي للأمراء وللنبلاء المصريين. صحيح. طيب اروح مع حضرتك لأهم الأسواق ذات الطابع الإسلامي أو الطابع العربي اللي موجودة في القاهرة. والله هي الأسواق اللي موجودة في القاهرة ذات الطابع العربي والطابع الإسلامي والطابع القبطي أيضا حتى لا نغفله. كتير. يعني في عندنا أسواق موجودة في محيط منطقة الأديان. نعم. في منطقة ماري جرجس ومنطقة جامع عمرو، ده في يعني مجموعة أسواق هناك تعتبر من الأسواق التراثية. وحضرتك لو دخلتي منطقة الأديان اللي هي موجودة في منطقة ماري جرجس بتلاقي في سوق داخل، سوق قديم جدا داخل الممر، تنزلي كده تحت جوه المدينة اللي هي بابليون. مدينة بابليون دي أصلا المدينة دي مين اللي مؤسسها؟ اللي مؤسسها رمسيس الثاني. نعم. لما وكان مؤسسها عبارة عن إيه؟ كانت معتقل للبابليين اللي هو هزمهم في المعارك بتاعته وخدهم زي أسرى، فاعتقلهم في منطقة حصن بابليون، فسميت بإيه؟ بهذا الاسم. وهذا الحصن بعد كده تم بناء فيه مجموعة من الكنائس والأديرة زي كنيسة ماري جرجس أو دير ماري جرجس. نعم. وكنيسة أبو سرجة وقصر الشموع، وفي معبد يهودي، في مجموعة حاجات هناك رائعة. طبعا فيها طبعا المتحف القبطي بجمليته، اللي هو المتحف القبطي ده تخش سيادتك جواه كده تلاقي فيه مجموعة يعني آثار قبطية رائعة جدا. من أشهرها النسيج الأباطي بتاعنا اللي هو كان بيتعمل من الكتان، من أقدم اللي هي المشغولات النسجية في العالم وجمالياتها. لغاية دلوقتي في ناس كتيرة جدا جدا بتعتبر ان النسيج الأباطي ده هو أبو صناعة النسيج في المنطقة العربية يعني. نعم. طيب أروح مع حضرتك بقى للقاهرة في فترة الخديوي إسماعيل، وأهم التحولات الجمالية الكبيرة اللي حصلت، وليه كان دايما ليها طابع أوروبي يا دكتور من وجهة نظرك؟
الخديوي اسماعيل طبعا يعني هو اول واحد طبعا يعني سمي بالخديوي. نعم. الخديوي اسماعيل كان متاثر قوي بباريس، لان هو قيل ان هو في فتره من حياته كده قضاها وهو شاب صغير واتعلم هناك في باريس. نعم. فعشق، يعني بقى عنده عشق بباريس. لما نزل مصر هو في مقولتين، مقولة ان هو كان ليه حبيبة باريسية، هذه الحبيبة هو حب ان هو يعني يستملها انها تيجي تعيش في مصر، فبنى القاهرة على غرار باريس. ودي مقولة تعتبر مقولة يعني ممكن تكون ظالمة لهذا الرجل يعني، ولكن هو كان حابب انه يخلي مصر يعني برضو جاذبة للأمراء الأوروبيين. فهنا راح قابل الإمبراطور نابليون الثالث وعرض عليه ان هو يمده بالمهندس اللي أسس باريس الحديثة وقتها، وفعلا ده اللي حصل. واستخدم مع المهندس ده أغلب المهندسين اللي هم قاموا بالاشتراك معاه في بناء باريس. وهنا فعلا بقى في دخلوا وبدأوا ان هم يأسسوا القاهرة الخديوية اللي هي مبنية على غرار اللي هو المباني اللي هي بيسموها الجريكو رومان، وليها يعني اكتر من اسلوب في العمارة. وبدأوا ان هم يردموا كل البرك. مصر كان فيها برك كتيرة جدا زي بركة الفيل اللي هي ميدان العتبة دلوقتي، وبركة عابدين اللي هي فيها دلوقتي قصر عابدين. اغلب الميادين الكبيرة اللي موجودة في مصر دي كانت برك ومستنقعات. نعم. هم راحوا يعني ردموا هذه البرك وأسسوا الميادين. وعايز اقول لحضرتك ان مش بس الخديوي اسماعيل بدأ ان هو يحط اللبنة او بداية المشروع، وده يعني خد منه حوالي 5 سنين. وكان في متخللات كتيرة من الأراضي الفاضية، بس هم طبعا ما كانوش سايبينها فاضية، كانوا عاملينها حدائق يعني. أي. اللي بعد كده في بداية القرن العشرين بدأوا ان هم يستكملوا هذه المباني، وبدأت بقى تظهر عندنا بعض الشوارع اللي موجودة بدأت تخش زي مثلا في ميدان العتبة ظهرت مثلا اللي هي في عمارة مشهورة يمكن رايح من بالي اسمها دلوقتي. أيوة. اللي هي عمارة هي مشهورة جدا، فيها فوقيها شخص كده زي هرقل كده رافع كرة أرضية فوق، ودي كانت ده عبارة عن مول. يعني دي مش عمارة للسكن، ده أقدم مول موجود في المنطقة العربية. ده كان كلها محلات للبيع، وكانت معمولة على غرار أحد برضو المولات اللي موجودة في أوروبا. وبدأوا بقى يأسسوا بعض العماير المشهورة زي عمارة يعقوبيان، زي عمارة اللي هي شركة مصر للتأمين. العمارات دي كلها أنا يعني بقول إن يمكن أكتر عمارة لما بنزل وسط البلد ما بتعجبنيش هي العمارة اللي الناس كلها يعني بتتكلم عليها وتقول لك إن سكنها فنانين، اللي هي عمارة يعني للأسف شهيرة. نعم. عمارة من العمارات الشهيرة، ولكن ما فيهاش الزخرفة اللي بتميز المكان الطراز اللي موجود في منطقة وسط البلد، رغم انها فيها مثلا بتاع 21 اسانسير مثلا. ايوه. طيب اماكن كتير ومناطق كتير دكتور عمرو طبعا خضعت للتطوير الكبير اللي ما حدش يقدر ينكره في الوقت ده، وعايزين نروح لبعض المناطق دي مع حضرتك زي منطقة الفسطاط ونتكلم عنها اكتر بالتفصيل. في الفترة الأخيرة القيادة السياسية في مصر اهتمت قوي بإعادة الشيء إلى أصله، واهتمت قوي انها تجعل مصر يعني تتبوأ الشكل والمظهر الجمالي اللي هي تستحقه، لان مصر فعلا عندها ارضية كبيرة جدا جدا من الكم الكبير من الآثار، من المساجد والكنائس والشوارع والكنوز المعمارية المختلفة من الحقب المختلفة. صحيح. هنا بدأ التطوير لمنطقة الفسطاط ومنطقة شارع الأشراف، وبدأ ان هو يعني يحصل نوع من ان البيوت كلها تدهن
او تتشطب بنفس اللون نعم. وتاخد المظهر العربي بتاعها او المظهر الاسلامي. وبداوا ان هم يركبوا على البيوت بعض المشربيات عشان تدي للشارع المظهر اللي هو يستحقه. فهنا بدأ شارع الاشراف ده يتحول الى حاجة تانية بس اوسع من شارع المعز. نعم. يعني حاجة جمالية يعني. حتى مستوى اللي هو البلاط اللي هو رجعوا تاني يستخدموا زي انترلوك من البازلت وسفلتوا بيه الشارع، يعني يعني يشبه على غرار التصميمات القديمة. حتى وحدات الإضاءة برضو جابوا التصميم بتاع وحدات الإضاءة اللي كانت موجودة زمان وأعادوا يعني إنتاجها من جديد. نعم. وطبعا ده كان في نوع من الاهتمام بالسياحة الدينية. نعم. لأن مصر فيها تنوع كبير جدا صحيح من السياحة، ومنها السياحة الدينية سواء كانت سياحة دينية إسلامية أو سياحة دينية مسيحية. صحيح. هنا بعد كده برضو شارع المعز تم فيه نفس الأمر. واللي حصل في شارع المعز نفس اللي حصل في شارع الأشراف، بس شارع المعز أصلا كان جاهز. يعني شارع المعز كان تقريبا مؤهل للتطوير، كان مؤهل لده اكتر من من شارع الاشراف. مظبوط. الا ان هم جم بقى كان في متخللات من البيوت اللي موجوده في الشارع من زمان. هذه المتخللات عملوا فيها ايه بقى؟ زي المنطقه بتاعه درب اللبانه برضو يعني مسكوا برضو البيوت ودهنوها او شطبوها بنفس اللون وادوها المظهر اللي هو الاسلامي بتاعها. عايز برضو ارجع اقول ان مش هننسى اللي حصل في منطقة السيدة زينب في اللي هي منطقة تل العقارب، وازاي تم هدم هذه المنطقة اللي كان في بعض الشوارع جواها عرضها حوالي 1.5 متر ومتر. ازاي تم هدم المنطقة دي وبنائها بشكل يعني تصميم عربي اسلامي، وان سكان المنطقة دي رجعوا تاني سكنوا داخل هذه العمارات الجميلة جدا. وده برضو من الحاجات اللي هي أثرت في اللي هو ان الناس دي يعني يتغيروا اجتماعيا. نعم. ويبقوا افضل من الوضع السابق اللي هم كانوا فيه. صحيح. طيب نروح مع حضرتك يا دكتور مع السادة المشاهدين لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مرة تانية. خلي حضراتكم معنا. حي الجمالية يتمتع بشهرة تاريخية وعالمية لأنه يعتبر مجمع تراث القاهرة منذ بنائها. فيه الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله والجامع الأقمر، وفيه أسوار القاهرة وبواباتها والمدارس الأيوبية والمملوكية وخان الخليلي والصاغة والنحاسين. يحد حي الجمالية التاريخي من الشرق شارع المعز لدين الله ومنطقة بين القصرين، ومن الشمال والغرب أبواب القاهرة الفتوح والنصر وجزء من السور الفاطمي، ومن الجنوب شارع الأزهر. في العصر الفاطمي كانت هذه المنطقة خمس القاهرة تقريبا، وكانت فيها قصور الخلافة الفاطمية وملحقاتها. وبعد دخول القائد جوهر الصقلي مصر في عام 969 ميلادية أحاط القاهرة بسور ضخم مزود ب8 أبواب، وذلك لتأمين عاصمة الدولة الفاطمية من أي اعتداءات خارجية. وقد شهدت أبواب القاهرة أحداثا تاريخية هامة فيها انتصارات وأيضا انكسارات، ولذا فهي ذو قيمة تاريخية عظيمة. يوجد الآن من هذه الأبواب 3، هي باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة.
وقد أمر الأمير بدر الجمالي بإعادة بنائها وتجديدها في الفترة من عام 480 إلى 485. وقام ببنائها 3 إخوة وفدوا إلى مصر من مدينة أزاسا بأرمينيا، وتولى كل واحد منهم ببناء باب من الأبواب 3. يقع باب الفتوح بالجهة الشمالية من سور بدر الجمالية بجوار جامع الحاكم بالجمالية، وقد شيد في عام 480. ولكن كان موضع هذا الباب عندما شيده جوهر الصقلي قريبا من رأس حارة بين السيارج، فلما جدده الجمالي أنشأ بابي النصر والفتوح في موضعهما الحاليين، وربطهما بسور يوصل بينهما بطرق وسراديب على ظهر هذا السور العتيق. ويتكون باب الفتوح من برجين مستديرين مصممين إلى ثلثيهما وبارزين. يقع باب النصر بالجهة الشمالية من سور بدر الجمالية، شيد في عام 480 هجرية طبقا للنص التأسيسي الذي يعلو باب الدخول، وهو من العمائر الحربية الفاطمية. وكان الهدف الأساسي من إنشائه حماية مدينة القاهرة من جهة الشمال، فيتكون الباب من برجين كبيرين بارزين مربعين نقشت عليهما أشكال بعض الآلات الحرب من السيوف والتروس، المستوى الأول والثاني منهما مصمت. وكانت تدخل من هذا الباب جيش مصر وهو عائد بالنصر، ومعهم الأسرى من المعتدين مع كل سلاطين مصر العظام مثل الظاهر بيبرس وقلاوون والأشرف خليل والناصر محمد بن قلاوون. وعلى باب النصر منقوش نص طويل فيه أسامي الخليفة المستنصر وأمير الجيوش أبو النجم بدر. وظلت هذه الأبواب تحمي القاهرة على مر العصور، بل وأضيف إلى هذه الأبواب المنتشرة في أجزاء كثيرة من القاهرة في عصور لاحقة عدد من الأبواب الأخرى. ونظرا لأهميتها اهلا وسهلا بحضراتكم معانا، وبرحب مره ثانيه بدكتور عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. نروح برضو، احنا ما زلنا مع التطوير، ونسال حضرتك عن منطقه البحيرات بعين السيره اللي برضو خضعت لتطوير كبير. دكتور عمرو، منطقه البحيرات بعين السيره برضو لو احنا بنقول على الاصل دور، ظهرت امتى بحيره عين السيره؟ بحيره عين السيره بحيره في الاصل بحيره ميه عذبه، وهي بحيره قديمه جدا، كانوا الناس بيستخدموها للري والزراعه، لغاية ما حصل تغير في هذه البحيرة سنة 1926. نعم. في 1926 حصل زلزال كبير. هذا الزلزال فتح بعض عيون المياه الكبريتية على البحيرة، فأصبحت البحيرة في الوقت ده مش مياه عذبة، بقت مياه كبريتية، وتغير الاستخدام بتاعها من الري للاستشفاء. وكانت في وقت من الأوقات عليها بلاج، كنا بنروح واحنا اطفال صغار، كان اسمه بلاج عين السيره، وكان عليه رمل وكده، ولكن اصيبت بعد كده بالاهمال، وبدا يبقى فيه صرف عليها، وبدا ان هو يترمي نوع من القمامه على اطرافها. البحيره اللي عايز اقوله انها مع الزلزال بتاع 1926 البحيره وسعت. لما نسبة المية الكبيرة اللي طلعت من المية الكبريتية من العيون الكبريتية دي وسعت البحيرة، علتها، فبدأت يعني تاخد بعض الأراضي اللي حواليها. المنطقة حواليها كانت منطقة عشوائية جدا، لغاية ما برضو الدولة أو القيادة السياسية بصت للمنطقة دي. المنطقة دي هي ملاصقة لمصر القديمة، قريبة جدا من منطقة ماري جرجس أو منطقة الأديان، تجمع الأديان هناك. فهنا بدأوا يعني الدولة هدمت بعض
البيوت القديمة اللي كانت عشوائية اللي كانت موجودة في المكان. برضو نظفت حوالين بحيرة عين السيرة، وضمت بعض الأماكن اللي هي يعني تعتبر ان هي نعم. ضحلة شوية نعم. حواليها، ووسعت البحيرة وبنت بقى مجموعة حاجات، قصر ثقافة، مسرح. بدأ يبقى في أنشطة بقى في أنشطة، ظاهرة وحتى بشكل في كبير. أنشطة كمان ترفيهية موجودة. نعم. هناك. ده مهم جدا. المنطقة بقت جميلة جدا جدا. ويعني في الوقت الحالي كمان انا يعني تابعت يعني مخططات كده خاصة بمشروع. نعم. ان بيتعمل فيها حديقة معلقة، وممكن نعم. تكون تمت في الوقت الحالي وخلصت. يعني حديقة ليها عدة مستويات يعني. نعم. فالمنطقة هناك هتبقى يعني رائعة جدا مختلفة، يعني. صحيح، ومتكاملة أكيد. نقطة تانية مهمة جدا دكتور عمرو، ان حضرتك اشتركت في ترميم بعض القصور في القاهرة، واكيد دي كانت خطوة مهمة جدا وكان مشروع برضو مهم. ناخد تفاصيل اكتر من حضرتك. هي دي كانت الفترة اللي يعني ثالث تخرجي من الكلية. أي. لما اتخرجت من الكلية يعني كنت يعني اتشرف ان انا كنت ضمن فريق عمل للاستاذ الدكتور محمد علي زينهم، استاذ تاريخ الفن بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، واستاذ الزجاج، ودكتور مصطفى عبد الرحيم. فاول حاجة شاركت معاها فيهم كان قصر الاميرة فاطمة، اللي هو قصر وزارة التربية والتعليم. نعم. وهنا كنت ضمن فريق عمل. قصر التربية والتعليم من القصور القديمة. نعم. اللي اتبنت في عهد الخديوي إسماعيل. وهذا القصر يعني كان في أقدم مكتب لأول وزير للمعارف في مصر، اللي هو مكتب علي مبارك. ومكتب ده حجمه يعني كبير شوية، والسقف بتاعه مرتفع. والمكتب كل الطراز اللي هو متصمم بيه هو الطراز الإسلامي. فكنا مجموعة من الشباب لسه متخرجين، وكان يعني بيقود الفريق ده دكتور مصطفى عبد الرحيم، ودكتور إبراهيم بدوي زميل يعني من الناس اللي هم يعني في يوم من الأيام يعني أعتقد ان هو لو جه هنا هيتكلم عن ده كويس قوي. نعم. القصة ان احنا بدأنا نشتغل ونعيد الشيء لأصله في أوضة علي مبارك، أول وزير للمعارف. وكنا شغالين بخامات ألوان قديمة. يعني كنا شغالين بحاجة اسمها التمبرا. كنا بنعمل ألوان من تمبرا البيض. تمبرا البيض دي ان احنا بناخد زلال البيض ونحط عليه الأكاسيد اللونية وبنشغلهم مع بعض، ولازم اللون يخلص مننا في نهاية اليوم، لأن اللون لو قعد تاني يوم يبوظ خلاص. يبوظ، لأن هو طبعا معمول من مادة عضوية. ولكن هذا اللون لما بينزل على الحيطة ممكن يعيش بقى آلاف السنين يعني. فكنا شغالين بده. وافتكر كويس قوي ان كان في شغل ازاز معشق اسلامي موجود داخل الأوضة دي في بعض الاماكن، وحدات الإضاءة. نعم. وكان الارض دي كلها باركيه معمولة برضو على شكل اللي هي النجوم السومانية الإسلامية. طيب اروح مع حضرتك لمبادرة مهمة جدا، وهي مبادرة هنجملها. فكرة المبادرة وامتى اطلقتها دكتور عمرو، والهدف منها كان ايه؟ هي فكرة المبادرة دي، مبادرة هنجملها دي ظهرت سنة 2014. وكنا مجموعة كده من يعني الفنانين. أي. وكان معانا فنان من الفنانين مهمين قوي اسمه الفنان أيمن موسى. نعم. فنان أيمن موسى فنان يعني سويسي. كان من ضمن الحاجات اللي هو خرجت من المبادرة دي تجميل الفنان أيمن موسى للعديد من الميادين بالسويس. ف يعني اللي حصل ان هو عمل اكتر، يا ريتني كنت جبت صور لده، عمل اكتر من ميدان في السويس، وعمل اكتر من نصب تذكاري في ميادين السويس. وده كان بالتعاون مع سيادة المحافظ وقتها. والجميل في الموضوع ان هم برضو ما اغفلوش المبادرة، وان الفنان ايمن موسى قال لهم ان الشغل ده والافكار دي نشأت عن مبادرة هنجملها اللي مؤسسها الدكتور عمرو الدمرداش. وبناء عليه رحت المحافظة هناك وتم تكريمي عن مبادرة هنجملها. وبرضو في بعض المحافظات بعض الزملاء بدأوا ان هم يعملوا جداريات على جدران بعض الاماكن
في المحافظة، نعم. وفقا للبيئة المحلية اللي موجودة فيها المحافظة، وبدأوا ان هم يرسموا في زي محافظة المنيا وزي محافظة سوهاج وزي محافظة قنا. صحيح. طيب من ضمن برضو المظاهر الجمالية عايزة اروح مع حضرتك لوجود الزخارف على بوابات القاهرة ودورها واهميتها دكتور عمرو. الزخارف على بوابات القاهرة دي كانت زخارف ليها يعني ليها اصل برضو ممكن نتكلم عنه ليها اصل. أكيد. سيادتك لو وقفتي تحت بوابة النصر نعم. وبصيتي على البوابة كده ورفعتي راسك هتلاحظي حاجة عجيبة قوي. هتلاحظي ان الزخارف اللي هي بتزين مدخل البوابة زخارف مش عادية. هتلاقي فيها زخارف إسلامية، هتلاقي فيها زخارف يهودية، هتلاقي فيها زخارف قبطية، هتلاقي فيها زخارف يعني فاطمية، مش عايز أقول شيعية. بتلاقي مجموعة زخارف كده. ده دليل على إيه؟ دليل على إن هذه المدينة بيعيش فيها كل هذه الطوائف، وكل الناس دي مع بعضها عايشين مع بعض في سلام وأمان. إن هي بتجمع تحت هذه البوابات أو داخل هذه الأسوار ثقافات مختلفة وعقائد مختلفة متعايشة فيما بينها في سلام. وعلى فكرة هو ده مصر إلى الآن. مصر إلى الآن عبارة عن بوتقة بينصهر فيها الكل. مصر دولة مش طاردة، هي دولة مضيافة. يخش فيها أي غريب يشعر انه عايش في وطنه. مظبوط. ويمكن عايز اقول لسيادتك سر البركة اللي موجودة في مصر. مصر فيها بركة حتى مع كل مع الازمات كلها اللي بتتعرض لا ليها. فيها بركة. صحيح. سر البركة اللي موجودة في مصر هو ده. ان اهلها ودودين. ايوه. بيستقبلوا اي غريب ويعتبروه منهم. وده اللي احنا ملاحظينه دلوقتي بوجود اخواننا السودانيين ووجود اخواننا اليمنيين. صحيح. ويعني الكثير من الجنسيات المختلفة عايشة جوه مصر ومش حاسة انها غريبة. طيب اخد بقى بعض الافكار من حضرتك لتحسين المستوى الجمالي والفني والثقافي بشكل عام يا دكتور. بتشوف ده ازاي في الوقت الحالي، وايه هي اهم الافكار اللي ممكن يتم طرحها النهارده على الهواء؟ لو احنا بنتكلم على الافكار اللي هي خاصة بتحسين المستوى الجمالي والجمالي بالاخص، انا ممكن اتكلم على الثقافي او كل حاجة، بس انا الجمالي احنا عايزين مش القاهرة بس، عايزين مصر كلها اجمل واجمل. ده يتم ازاي؟ والله انا شايف ان دور كليات الفنون وكليات التربية الفنية وكليات الفن والتصميم اللي موجودة في مصر دور مهم جدا ان احنا نستغله في تجميل مصر كلها مش القاهرة بس. طب ده ازاي؟ كل محافظات مصر دلوقتي فيها كليات الفنون، فيها كليات الفنون جميلة وفنون تطبيقية والفن والتصميم والتربية الفنية والتربية الفنية النوعية، كليات كتيرة جدا. انا يعني بناشد السادة الوزراء المحافظين ان هم يستعينوا بالكليات الفنية الموجودة داخل المحافظات بتاعتهم ويقسموا. يعني انا لو عندي مثلا محافظة زي محافظة الاقصر، وهي محافظة لها طابع معين من الطابع اللي هو المصري القديم وايضا طابع اسلامي، ان عندي فنون جميلة وعندي تربية نوعية فيها تربية فنية، اجيب الكليات دي واشوف المناطق بتاعتي اللي محتاجة تطوير ومحتاجة تجميل، وابدأ هنا ان انا اقسمها على الكليات. اقول له يعني ابتدي حط لي فكر تجميلي للمكان ده بما يتناسب مع البيئة والنشاط الخاص بهذه المحافظة. واوجه كل المشروعات الخاصة بالطلاب اللي هي بتتعمل احيانا وتتراكم في يعني مخازن الكلية وبعد فترة بتبوظ وتترمي، يعني اوجهها لتجميل البيئة المحيطة بالكلية، سواء على مستوى الاشغال النحتية، على مستوى الجدريات المرسومة، على مستوى الشغل الخزف، على مستوى شغل الاعلان الخاص بلافتات التوجيه والارشاد الخاصة بالمكان. يعني انا ارجو ان مش كل محافظ، كل رئيس حي المحافظ يقول له هات لك مستشار من اساتذه كليات الفنون يتولى صحيح. يعني فكر تخطيطي الجمالي للحي ده.
صحيح. دكتور عمرو نورتني، اهلا وسهلا بحضرتك، ودايما تنورنا من خلال على الاصل دور. بشكرك جدا على وقتك وعلى وجودك معنا النهارده. انا اللي بشكر حضرتك جدا وتحت امركم في اي وقت. اهلا وسهلا شكراً. بيك دكتور عمرو. ومشاهدينا مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل، تابعوا معانا تاني فقره من فقراتنا وعلى الاصل دور.